بولت بيستخدم النباح بتاعه وبيدمرهم كلهم. ولما بتدخل بيني وبولت العربية بتاعتهم بيتضح ان كل ده كان مجرد تمثيل لتصوير مسلسل. بنتفاجئ لما بيظهر المخرج والممثلين وبيبدأ المخرج يراجع المشاهد وبيتعصب لما بيكتشف ان في ميكروفون ظاهر في الصورة وبيشرح للمساعدين بتوعه ان هو ما بيحبش يعيد تصوير مشاهد بولت لان بولت فاكر ان عنده قوة خارقة فعلا، ولو اكتشف الحقيقة اداؤه مش هيبقى كويس والجمهور مش هيصدق تمثيله. وبيجي صوت من ورا وبنعرف انها مديرة الانتاج فبتزعق له وبتقول له ان كل اللي يهمها ان الانتاج ما يخسرش وانهم بيدفعوا فلوس كتيرة عشان التصوير وان اهم حاجة عندها الناس تتابع العمل ايا كانت الطريقة والا هترفضه. وبتسيبه وبتمشي وبنرجع تاني لأوضة اللبس بتاعت بيني. وساعتها بيني بتشكر بولت ولكن مش بيكون مركز لكلامها وبيكون مركز على الباب لانه ساعتها بيكون متأثر بالتمثيل وفاكر ان الدكتور كالك هيخطف بيني بجد وبيكون مصدق انه كده بيحميها وانه عنده قوة خارقة. وبعدها بيني بتحط له اكل وبتلعب معاه شوية وبتحضنه وبتسيبه وبتخرج بره الأوضة وبتحاول تقنع مامتها ومدير اعمالها انها تاخد بولت معاها للبيت، لكن مدير اعمالها بيرفض لان الكلب ممكن يكتشف ان ما عندوش قوة خارقة. لحظتها بيني بتقتنع بكلامه وبيسيبوا المكان وبيمشوا. وساعتها بيظهر قطتين اللي شغالين معاه في المسلسل تبع الدكتور كالك وبيطلعوا على عربية بولت وبيتكلموا معاه من الشباك وبيتريقوا عليه وان الدكتور كالك هيخطف بيني.